قبل ما ترمي بواقي القماش تعالي شوفي ازاي عملت بيهم ديكور خريفي سهل جدا ب3 افكار مختلفة هيغير شكل بيتك وكمان باحجام مختلفة. اهلا بيكم، انا سالي ودي رابع حلقة من سلسلة قبل ما تترمي. في الحلقة دي هنعمل اعادة تدوير لبواقي القماش اللي موجودة عندنا في البيت، وكمان كذا حد سألنا على اليقطينة اللي كانت ظاهرة في اخر الفيديو، فانا قلت اعملها لكم النهاردة ب3 طرق مختلفة اسهل من بعض. بس قبل ما نبدأ انزلي تحت حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس لو اول مرة تشوفيني، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا كده نبدأ اول فكرة معانا النهاردة. اول فكره بقى في عمل اليقطينه، هنجيب كده قطعه القماش اللي كانت باقيه من البلانكت بتاع الفيديو اللي فات. اللي ما شافش الفيديو اللي فات هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف، وهجيبها كده وهقصها بشكل دايره، يعني على قد ما تقدري بقى. عايزه تكبريها كبري الدايره، عايزه تصغريها يبقى صغري الدايره. تمام. هخيط كده الدايره خياطه عاديه خالص سراجه، وهضم الخيط كده بحيث ان انا اكشكشه كده، يعني ايه، اضم الخياطه على بعضها، يعني هسحب